انا خلاص قررت وعاوز احمل. ابدا منين وايه اللي لازم اعمله قبل ما اوقف وسيله منع الحمل؟ اهم مرحله في رحله الحمل لمريض الكرونز او القولون التقرحي مش هي ال9 شهور، لا هي الشهور اللي قبل الحمل. النهارده هنحط مع بعض خطه العمل عشان نوصل لبر الامان. مش كل الم في البطن مجرد قولون. التهاب الامعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطره. خطوه رقم 1: فحص الحاله. اول سؤال لازم نجاوب عليه: هل المرض نايم ولا نشط؟ القاعده الذهبيه بتقول الحمل لازم يحصل وانت في حاله خمود تام او ريميشن كومون، يعني مفيش اعراض وتحاليلك هاديه، ويفضل لو المنظار الاخير مأكد ان الامعاء سليمه. الحمل وقت النشاط هو اللي بيعمل مشاكل، فخلينا نختار الوقت الصح. الخطوه رقم 2: مراجعه الادويه. اغلب ادويه الاي بي دي زي مشتقات ال5 ازا البنتازا للقولون التقرحي ومعظم علاجات البيولوجي بنكمل عليها عادي جدا لانها امان، لكن في ادويه معينه ممنوع تقربي منها في فتره الحمل. القرار ده لازم ياخده دكتورك بناء على حالتك، ما تسيبيش الموضوع للصدفه او تكشفي بعد ما تحملي. قبل الحمل لازم نتاكد ان جسمك متفول صح، بنعمل تحاليل شامله: صورة دم عشان الانيميا، مخزون الحديد، فيتامين د، فيتامين بي 12، مؤشرات الالتهاب. لو في اي نقص في الفيتامينات لازم نعوضه فورا، لان سوء التغذيه مع الحمل بيجهد جسمك وبيجهد البيبي. سجل التطعيمات. نقطه كتير بينسوها: التطعيمات. لو انت ماشيه على علاج بيولوجي او مثبط للمناعه، في تطعيمات حيه ما ينفعش ناخدها وانت حامل. التخطيط البدري بيخلينا نراجع سجلك، عشان ما ينفعش واحنا بناخد علاج بيولوجي ناخد تطعيمات حيه، يفضل ناخد تطعيمات ميته. التخطيط البدري بيخلينا نراجع سجلك وناخد اللي ناقصنا بامان قبل ما نبدا محاولات الحمل. الاكل المتوازن مهم، مش حرمان ولا رجيم قاسي. احنا محتاجين بروتين، محتاجين فيتامينات، ولو بتدخني دي اهم لحظه في حياتك توقفي التدخين فيها، خصوصا لو عندك كرونز، لان التدخين هو العدو الاول لاستقرار الحاله واستقرار الحمل. اثناء الحمل المتابعه بتبقى دبل: دكتور النساء بيشوف البيبي، دكتور الجهاز الهضمي بيشوفك انت. لو ظهر اي عرض جديد ما نستناش لما يروح لوحده، نبلغ الدكتور فورا. وبكرر تاني: اوعي 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 توقفي الدواء من غير اي استشاره. النشاط المفاجئ هو الخطر الحقيقي عليكي وعلى البيبي. بعد ما تقومي بالسلامه الجسم بيمر بتغيرات هرمونيه كبيره، وساعات المرض بيحاول ينشط تاني، عشان كده المتابعه بتكمل معانا ما بعد الولاده. وبالنسبه للرضاعه اطمني، اغلب الادويه امان وما بتاثرش على اللبن. صحتك انت هي اللي هتخليكي تهتمي بطفلك. الاي بي دي ما بيمنعش الامومه، بس بيحب الست المنظمه. ابدأي صح، خططي بالعلم، هتكوني احلى ام. استشيري دكتورك قبل ما تبدأي الرحله وتوكلي على الله. في الحلقات الجايه هنتكلم عن الاكل تاني، لان ناس كتير بتسأل عنه. لغز التغذيه في الكرونز والقولون التقرحي، روشتة مطبخ، استنونا. في مدرسه التهاب الامعاء انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.